يعني تحت الحريه ليه اللي هو يشوف عرض او يشوف نادي اخر. ازيك يا محمد؟ محمد الو. ازيك يا طلعت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك يا كابتن كريم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا طلعت، انت كويس؟ كله زي الفل. كل سنه وحضرتك بخير. الحمد لله. محمد، يعني شايف الفتره اللي جايه وجهتك فين او بتفكر تروح فين بعد يعني النهارده يعني خلاص تم الاعلان، مش عايز اقول استغناء عنك ان انت كنت اعاره لنادي الاتحاد السكندري، لكن النادي الاهلي اتاح لك الحريه اللي انت تشوف عرض ونادي ممكن تلعب فيه الفتره اللي جايه. بس طبعا يا كابتن انا بس عاوز اوضح حاجه لحضرتك وللجمهور او ايا كان، يعني اللي بيسمع دلوقتي عاوز يعرف ايه هي حته الاستغناء. مش بالظبط حته الاستغناء يا كابتن. انا عقدي مع النادي الاهلي 3 سنين، وانا ال3 سنين خلاص خلص. يعني العقد انتهى ومش هيتم تجديد يعني. بالظبط. تمام. مفيش تجديد، وانا خلاص اتفقت مع كابتن سيد ان خلاص انا شكرا السلام عليكم يا كابتن، وانا مبسوط ان انا كنت موجود في النادي الاهلي، واستفدت طبعا من النادي الاهلي، واستفدت من اللعيبه الموجوده، واستفدت احترام كبير جدا من اداره النادي الاهلي، ودي حاجه على دماغي واسيبها لهم طول حياتي. اكيد. شايف وجهتك الفتره اللي جايه ايه؟ وسمعت لك تصريحات النهارده على النت اللي انت عايز تروح الزمالك، وكاتبين انتقاما اللي انت مشيت من النادي الاهلي، والكلام اللي هو بتاع الصحافه اللي انت عارفه يعني. لا طبعا يا كابتن مفيش الكلام دوت، وانا يمكن اقول حاجه زي ديت، لان طبعا نادي الزمالك ده مش نادي صغير عشان ان انا اقول عشان اي لعيب ممكن مثلا يمشي من الاهلي ويقول لك انا رايح الزمالك. ما هو الزمالك مش تحت امر اي حد يجي من الاهلي عشان ياخد بطار حقه والكلام ده. تمام. الكلام ده مش مظبوط، والكلام ده اي لعيب ممكن يفكر يقول حاجه زي ديت، فدي في حقه مش كويسه، لان ما ينفعش يغلط في نادي كبير زي نادي الزمالك. تمام. طيب عندك عروض يا محمد، او عندك انديه مثلا اتكلمتك عشان تنضم ليها الموسم القادم ولا لسه؟ لسه والله يا كابتن، لان الكلام ده كان النهارده الصبح الساعه 11:30، فاكيد ما فيش يعني من الساعه ما عدتش ما لحقتش على الموضوع على الخبر، فما فيش حد يعني كلمني مباشره او ما كانش في تفاوض. لكن انا يعني ان شاء الله بسعى ان انا اروح اي مكان، حتى هنا او خارج مصر، في اي حتى ارجع دبي، ارجع اروح في اي مكان من الخليج او اي مكان. لكن في حاجه عاوز اوضح بس حضرتك عليها، اللي هي في حته موضوع نادي الزمالك. انا اتسالت وانا طالع من النادي، احد الصحفيين سالني طلعت لو نادي الزمالك عرض عليك، قلت له طبعا ده انا ارحب وحاجه تشرفني. تمام. يعني كلام عادي يعني. الكلام عادي جدا، لكن انا ما ينفعش ما قلتش خالص ان انتقام ومش انتقام. الزمالك. تمام. واكيد يا محمد برضه انت ابن النادي الاهلي وقضيت فتره كويسه فيه، وانتهاء عقدك واللي انت ما تجددش دي حاجه يعني اتفاق الطرفين، مفيش مشكله. ان شاء الله تلعب في نادي كويس وتتالق، وانت من اللعيبه المميزين يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. بس عايزك تركز اللي انت برضه دخلت في مشاكل كتير مع الاتحاد السكندري، فمش عايز الوقت يعدي بيك وتبدا تركز مع نادي وتركز بشكل كويس عشان ترجع محمد طلعت بتاع منتخب الشباب. ان شاء الله يا كابتن والله. بس هي حتى برضه حته المشاكل، ما دخلتش مع الاتحاد في مشاكل والله، لكن هم اللي بيعملوا يعني، هم كان حته المرتبات والكلام ده كله، فمش هنتكلم في حاجه في قصه فاتت. لكن هي ما كانش فيها مشاكل خالص، هي حته النفسيا بس، كنت مؤهل ان انا اقدر العب في نادي الاتحاد، بس هي دي مفيش مشكله. دايما اللعيب اكيد في مشواره بيتعرض لمشاكل، بيتعرض في موسم الامور بتبقى فيه صعوبات، لكن ان شاء الله الموسم القادم تقدر تعمل شغل كويس وتنضم النادي تتالق معاه في الفتره اللي جايه. هيحصل ان شاء الله يا كابتن كريم. وحضرتك هتفتكر المكالمه ديت ان طلعت قال ان شاء الله يرجع لمستواه تاني، ويرجع طلعت اللي كان منتخب الشباب واللي اول ما جه الاهلي، وان شاء الله خير ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد طلعت. يعني هقول بقى لاعب النادي الاهلي السابق اللي هو النهارده يعني خلاص علاقته انتهت بالنادي الاهلي. هكمل الخبر بس وعلق على حته بالنسبه للمهندس عادل القيعي اللي هو قالها امبارح عليا في